إلا الله محمد رسول الله. السؤال أبي مجاهد من الرياض الثاني عن الموسيقى، هل الخلاف فيها معتبر؟ أولا بالنسبة للموسيقى قبل الولوج فيها ثمة إطلاقات يطلقها المؤرخون، يطلقها أيضا الفقهاء، ويطلقها العامة، وهي من هذه الإطلاقات كلمة الغناء. كلمة الغناء المراد بذلك هو الصوت المترنم، سواء كان مسجوعا أو غير مسجوع. يقال فلان يغني إذا كان الصوت الحسن يخرجه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يطرب صوته ويحسن صوته في قراءته. إذا علمنا هذا علمنا أن إطلاقات العلماء في كتبهم لمسألة الغناء يريدون بذلك الصوت، لا يريدون بذلك الآلات تسمى هي المعازف، والتي ينشأ عنها بعض المصطلحات ما تسمى بالموسيقى وغير ذلك. وعلم ما يسمى بالموسيقى علم واسع جدا، وكذلك الآلات متنوعة، منها حديثة ومنها غير حديثة. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه المصطلحات ويميز إطلاقات الشارع فيها. بالنسبة للغناء كلام العلماء فيه من جهة الخلاف ونحو ذلك، يريدون بذلك هو الصوت الحسن والترنم في ذلك الذي يخرج عن التحسين المعتاد ويشابه طرائق الغناء. أما بالنسبة لآلات المعازف واللهو مما يسمى بالموسيقى أو المزامير وغير ذلك أو الكوبة، فإن هذا من المحرمات القطعية التي يحكي العلماء فيها الإجماع، ويحكي الإجماع في ذلك خلق كثير جدا من سائر المذاهب الأربعة ينصون على هذا، وهو يقال أن الموسيقى لا تجوز ولا خلاف فيها. ثمة بعض الأقوال تنسب لبعض الأئمة ممن يتكلم في إباحة ذلك، وهي أقوال جاءت بعد القرون المفضلة ولا يعتد بها. إذن صح الغنى يبدو من إطلاقات السلف أن هناك إطلاقات للغناء وإطلاقات للموسيقى والآلات. الآلات المعازف تسمى بالمعازف. لهذا بعض الناس يقف في كتب العلماء حينما يقولون الغناء مسألة خلافية، وهذا موجود مثلا في بعض الكتب الفقهية. هم لا يريدون الغناء بالآلات الموسيقية، ما يسمى بالعود أو يسمى بالكوبة أو ما يسمى بالمزمار وغير ذلك، أو الآلات الحديثة التي تضرب بالأصابع وغير ذلك. هذه لا يريدون بذلك، يريدون بالغناء هو تحسين الصوت بالسجع والحدى ونحو ذلك، يتكلمون فيه أنه مسائل خلافية. طيب لو قال قائلهم مثلا ما دليلكم أن الغناء لا ينصرف إلى الموسيقى؟ لا يمكن أن يسمى غناء، ولهذا يقول الشاعر العربي يقول عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم يفر بمنطقها فما. الغناء لا يمكن أن يكون إلا من الفم، وهذا أمر طبيعي معروف سواء في الجاهلية أو في اصطلاحات الشارع الحكيم، كذلك استعمالات السلف الصالح. أما بالنسبة للآلات المعازف قد تكون من غير الصوت ما تسمى بالموسيقى، وهذه يقال إنها محرمة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف.